البيتي فور لوكس حاجة تحفة وجميلة ومن صنع ايدينا. هنعمله في البيت بكمية كبيرة. كيلو دقيق واحد هنشكل تشكيلة حلوة احلى من المحلات، وهتشرفك قدام ضيوفك. نفس العجينة هنعمل اشكال حلوة زي السابليه واحلى. هنعمل تشكيلة جميلة قوي. بعد الفيديو ده هتبقي استاذة فيه، وعمره ما هيفرش منك في الفرن وهيطلع حلو. تعالوا نشوف المكونات والطريقة. اول حاجة معايا 750 جرام زبدة. هنا الزبدة هتلاقوها درجتين لان انا كان عندي زبدة وكملت تاني، وكانت شركة تانية، عشان كده هتلاقوا اختلاف في درجة لون الزبدة. في حاجة تانية تاخدوا بالكم منها، درجة حرارة الزبدة. لو انت هتستخدمي عجين طلعيها من التلاجة عادي، لكن لو هتستخدمي مضرب كهربائي زي ده طلعيها هتاخد درجة حرارة المطبخ عشان ما تبقاش قاسية معاكي في الضرب. في 350 جرام سكر بودرة، واحاول اقلبه كده الاول عشان ما يطيرش مني، واجيب الجوانب وننزل الجوانب عشان كله يبقى مزيج واحد وما يكونش فيه حاجة ما اتخلطتش. وهكمل ضرب لغاية ما القوام معايا يبقى كريمي. في المرحلة دي هكون مجهزة 3 بيضات بدرجة حرارة المطبخ. هحط بيضة بيضة، واول ما تشرب البيضة الاولانية هحط البيضة التانية بالشكل ده. اول ما بتشرب البيضة بحط البيضة اللي بعديها، وهحط الفانيليا، وهكمل ضرب. هنا البيض اختفى معايا خالص والقوام فتح. هنزل الجوانب وخلاص، هنستغنى عن المضرب الكهربائي في الحالة دي، وهنضيف الدقيق. هنا كيلو دقيق، والدقيق هنا ممكن نبقى استخدمه الضحى او مخصص لكحك والبسكوت، هيدي نتيجة حلوة قوي. نسيت احط رشة الملح فضفتها، وهبدأ الم العجينة. مش بعجن، بلم عجينة البيتي فور زيها زي البسكوت، ما بنعجنش. وكده اتلمت معايا، وهنا مبقاش فيه اثر للدقيق. هنبدأ نحطها بقى في القرطاس ونشكل. انا هشكل وردات. هنا لو هتشكلي بمكنة البيتي فور حطي العجينة شوية في التلاجة، وبعد كده شكلي عادي هتبقى جميلة معاكي. ما تكتريش في الدقيق وما تكتريش في العجن، يدوبك بنلم العجينة بالشكل ده. شكلت اول صاج بالوردة، وهدخله على فرن على 180 على الرف. هنا هشكل بنفس البلبلة شكل تاني، شكل بسكوتة بس حرفها متني لتحت بالشكل ده. او ممكن نعمل منها شكل الكمثرى وهوريهولكوا برضك بالشكل ده. هو ده شكل الكمثرى، تحفة في التشكيل وفي التزيين. مندهنش الصينية او الصاج اي مادة دهنية لان العجينة فيها نسبة زبدة كبيرة. اعمل شكل تاني، شكل وردة بالمنظر ده. نسيب مسافة بسيطة بين البتيفورة والتانية، واحنا في البتيفور ده مش حاطين اي مواد رافعة، فما تخافيش مش هيزيد. دي كان شكلها حلو برضك في بعد ما زينتها زي السابليه، حطيت عليها شوكولاتة بيضة وعين جمل، وهنشوفوا الشكل في الاخر. وهنا برضك عملت شكل الكمثرى، برضك بيدي شكل حلو قوي في التزيين. وهنا بقى بعد السوا ده المنظر. هنبدأ بقى نحط مربى، كل اتنين شبه بعض هنلزقهم مع بعض عشان توفري على نفسك وقت. لزقي الاول المربى وبعد كده زيني بالشوكولاتة، وده هيوفر عليكي وقت كبير بالشكل ده. وكده هتشكلي البيتي فور اسرع. ممكن مربى فراولة او مربى مشمش، وكمان لما تجيبي المربى هاتيها مربى كريمي عشان المربى التانية بتبقى فيها قطع وهتضايقك وانت بتلزقي البيتي فور مع بعض.
بالشكل ده انا لزقته. هبدأ بقى تزيين شوكولاتة، وفي نفس الصاج اللي انا سويت فيه هحط فيه كيس تلاجة وبفتحه بالشكل ده وابدأ ازين، سواء بقى شوكولاتة او فارماسيه او جوز الهند او فستق مجروش او بندق مجروش. هتشوفوا الاشكال كلها. انا الفكرة بتجيني وانا بزين، ما بيبقاش في حاجة معينة او شكل معين معايا اعمله. انا وانا بشكل كده تلاقي الفكرة جاتني. التزيين يرجعلك شكلي زي ما انت عايزة. هنا انا بسيح الشوكولاتة سواء كانت بيضة او بالحليب او غامقة مع معلقة زيت على حمام مية. بسيحها ازاي؟ بحط حلة فيها شوية مية وبحط عليها بولة او اي طبق يستحمل الحرارة، وبحط الشوكولاتة ومعاها معلقة الزيت واسيبها على الحمام المية ده. البخار هو اللي بيسيح لي الشوكولاتة، وبقلب فيها لغاية ما تدوب معايا. كده بزين بيها عادي. ده شكل الكمثرى اللي انا عملته في معاكم وقلت لكم عليه. هنا بقى البسكوتة اللي احنا عملناها شكل وردة، هعملها زي السابليه. احط عليها شوكولاتة من النص، شوكولاتة بيضة، وبلزق العين الجمل عليها بس عشان تلزق لي العين الجمل او المكسرات اللي احنا هنحطها بالشكل ده. حاجة بسيطة من الشوكولاتة البيضة، مجرد بس تلزق لي المكسرات. هنا شكل تاني، الوردة هغطسها في الشوكولاتة ونصفيها بالشوكة بالشكل ده، وبعد كده احط عليها نص بندقية. شكل حلو وتحفة. وكده خلص معايا التزيين. هنسيبه لغاية ما تنشف وتمسك معانا الشوكولاتة، وبعد كده نعبيه في اي علبة ونحطه في التلاجة علشان درجة الحرارة بتاعة الجو ما تسيحش معانا الشوكولاتة. ودي الاشكال اللي احنا عملناها مع بعض تحفة. حطيت البيتي فور في الورق بتاع الميني كب كيك، كان مدي شكل حلو وتحفة. يا رب الفيديو يكون نال اعجابكم. كل سنة وانتم طيبين.